بسم الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ جمعة مباركة عليكم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اكثروا من الصلاة على الرسول يوم الجمعة ده. ان شاء الله هنعمل النهاردة المكرونة الجميلة دي بالصوص الابيض والصوص الاحمر والسجق. معايا نص كيلو مكرونة، وانت بقى اعملي الكمية اللي انت عايزاها، كيلو ونص، بس انا معايا نص على قدينا. وده كان معايا نص كيلو سجق. انا عملت ربع كيلو في الصينية بس. زي ما قلت لكم ان انا بعمل الاكل على قدين عشان يعني صغيرين وقليلين كده بس. ده ربع كيلو سجق قطعته وهشوحه معاكم كده ياخد اللون يعني. جربوا يا جماعة، المكرونة دي كانت جميلة جدا. بس هياخد اللون معاكم كده. وطبعا على العين التانية من البوتاجاز بعمل المكرونة بسلقها. حاجة جميلة كده وحاجة حلوة كده بجد. يعني انا كان معايا نص كيلو السجق ده، عملت ربع كيلو، والربع التاني عملته كده جنبيها برضو كده بالطماطم والفلفل. زي ما انتوا عارفين بقى الأيام والظروف اللي الناس فيها والصعبة دي، حاجة جميلة وحاجة سهلة كده يعني مش مكلفة. ومعايا بصلاية مفرومة حطيتها مكان السجق ما حمرته. وبرضه هتدبليها بس كده تتبيل يعني تتشوح بس معاكي. وده فص توم واحد بس كده عليها يعلي التيست بتاعها. برضه كده زي ما بقولكوا كده تشويحة بس فقط لا غير. ودي معلقة صلصة اللي هو معجون الطماطم، عشان طبعا يعزز اللون. لأن الطماطم بتاعتنا حمرا وجميلة برضه. وهحط كوباية طماطم عليها وهنسيب الموضوع ده بقى يتسبك مع بعضه. ده خلصنا منه اهو. هروح اعمل ايه بقى؟ هروح اعمل بشاميل. برضو معايا نص كيلو لبن ومعلقة سمنة حلوة كده ومعلقتين دقيق. معلقتين بس على نص كيلو مكرونة يا جماعة. زي ما انتوا عارفين حبايبي، هتحمري برضو الدقيق كده ثواني كده على البوتاجاز. بوريكم الحاجة كلها على البوتاجاز معايا. وهتروحي تضيفي عليه اللبن. ده الصوص الابيض. لو عملنا الصوص الاحمر ده الوقت بنعمل الصوص الابيض. ومعايا نص كيلو لبن حطيته. وادي الصلصة الحمرا الصوص الاحمر اهو اتسبك معايا. حط توابل فلفل اسود وملح وبهارات بس. حاجة جميلة وحاجة حلوة وكانت تحفة. عايزاكم بقى تحطوا لي لايكات وتشجعوني، واللي مشتركش في القناة يشترك. الحمد لله والشكر لله قناتي اتفعلت يا جماعة. وبشكر كل الشكر لحبيبة قلبي أختي وحبيبتي مبودي، وقفت جنبي لحد ما القناة اتفعلت يا جماعة. ألف شكر ومليون شكر ليك يا حبيبة قلبي. شكرا ليك يا مبودي. عشان القناة يا جماعة تكمل بقية الشروط كده وربنا يكرمنا فيها يا رب. ربنا يكرمكم ويكرم الجميع. بعد كده هنضيف كل حاجة على بعضيها. الصوص الأبيض على الصوص الأحمر على السجق. بعد كده هنضيفه على المكرونة. شكرا ليك يا حبيبتي. كنت كل شوية أسألها أقول لها أعمل إيه وهي تفيدني وتقول لي اعملي كذا وكذا. شكرا ليك يا حبيبة قلبي. ربنا يخلي لك ابنك وبناتك ويسعدك بيهم يا رب. وهنعمل اخوات بس كده. وهحطها في الصينية وهنحطها في الفرن. طبعا كل حاجة مستوية يا جماعة، يعني ممكن تفتح عليها الشواية فقط تاخد اللون بالصوص الجميل ده. وجربوا المكرونة دي بقى وكلوا وشوفوا بقى الطعام اللي فيها ما شاء الله. ودي شوية جبن معايا. جبنة اسمها ايه؟ جبنة
موتزاريلا. طول عمري مش عارفة أقول اسم الجبنة دي أبدًا. حبايبي أحلى متابعين وأحلى أخوات وأحلى ناس، شجعوا أم أحمد بالله عليكم شجعوني كده. ربنا يكرمنا جميعًا يا رب، وجبنة شيدر برضه مبشورة، بس هتحطيها في الفرن تاخدي الوش بس، وهي طلعت بقى أحلى مكرونة. جمعة مباركة عليكم يا حبايبي، سلام.